هنعمل مع بعض النهاردة أحلى وأجمل بيتزا ممكن تدوقوها، بجد رهيبة. هننافس بيها المطاعم والمحلات، بجد جربوها وهتعجبكم جدا. شايفين شكل العجينة عاملة ازاي؟ جميلة جدا وطرية جدا وفلافي جدا. لو أول مرة تشوفوني، أنا ليلي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ مع بعض. احنا هنحتاج ربع كوباية من المية، هنحط عليها معلقة ونص صغيرة من السكر، ومعلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية، وهنقلبهم كده كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنغطيهم وهنسيبهم على جنب شوية لحد ما الخميرة بتاعتي تبتدي ان هي تتخمر. بعد كده هجيب بولة وهبدأ ان انا هنخل فيها 3 كوبايات من الدقيق. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة ونص من البيكنج باودر، ونبدأ ان احنا ننخلهم بالشكل ده كده. بس كده خلاص. بعد كده هنحط عليهم 3 معالق كبار من اللبن البودرة، وربع معلقة صغيرة من الملح، ونخلطهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هنضيف لهم 3 معالق كبار من المايونيز، و3 معالق كبار من الزبادي، وهنضيف لها بعد كده الخميرة بتاعتنا. ده شكلها بعد ما اتخمرت. هنقلبها بس الأول، وبعد كده هننزل بيها على الخليط بتاعنا، وهنبدأ نعجن بربع كوباية من المية، بس هنحطهم على شوية شوية. هنعجن كده بالشكل ده. هنفضل نعجن كده لمدة 10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. انا بضيف المية بالتدريج، بفضل اعجن فيها كويس جدا بالشكل ده. العجينة بدأت تلم معايا اهي، والبولة نفسها شكلها بقى نظيف. شايفين العجينة بقت طرية جدا وشكلها فلافي كده، جميلة جدا. ازاي بنبتدي بقى ان احنا نكورها كده، وبعدين بحط نقطة كده من الزيت وبدهن بيها الطبق، وبعد كده هحط فيها العجينة بتاعتي وبغطيها بستريتش، وبسيبها في مكان دافي، واسيبها كده لحد ما تخمر وتنفش معانا. هعمل الصوص بتاع البيتزا. عايزة 3 معالق كبار من الصلصة، احط عليهم 3 معالق كبار من الكاتشب، وهحط عليهم معلقة صغيرة من البصل البودرة، ومعلقة صغيرة من الثوم البودرة، ومعلقة صغيرة من الزعتر، وهنقلبهم كويس جدا. لو عايزين طبعا تحطوا رشة ملح زي ما انتوا عايزين. خلاص كده، خلاص بقى جاهز الصوص معانا. نركنه بقى على جنب. ودي العجينة بتاعتي خلاص بعد ما اختمرت. ببتدي بقى ان انا بلمها كده. شايفين شكلها طرية جدا قوي وملمسها ناعم جدا ازاي؟ شايفين عاملة زي الملبن بالظبط. دلوقتي بقى ان انا هبتدي اكورها بالشكل ده كده. قسموها زي ما انتوا حابين بقى على حسب كام الصواني اللي عندكم. هنبتدي نشيلها كده على جنب، وهنغطيها بالاسترتش، وهنسيبها حوالي تلت ساعة كده تخمر كمان شوية كده. خلاص سبتها تلت ساعة. هبتدي ان انا ارش كده شوية دقيق، وافرد العجينة بتاعتي بالنشابة. شايفين شكلها بتتفرد معايا ازاي؟ ما بتمطش زي الاستك. نفردها بقى على حسب شكل الصينية اللي عندنا. طبعا انا دهنة صينية بالزيت
وحط لها رشة من السمسم. بعد كده هحط العجينة بتاعتي بالشكل ده وهسويها كويس في الصينية، وهبتدي بالشوكة اغرزها بالشكل ده علشان العجينة معايا ما تقبش. طبعا هبتدي بقى ادهنها كده بالصوص بتاعي اللي انا عملته، صوص البيتزا، وهنحط رشة من الجبنة الموزاريلا. طبعا هنا انا كان عندي برجر، طبعا انتوا زي ما انتوا حابين الحشوة اللي تعجبكم او المتاح عندكم، لو عايزينها ميكس جبن، عايزينها فراخ، عايزينها برجر، زي ما تحبوا طبعا. بعد كده هحط لها فلفل الوان، واحط لها طماطم كده بسيطة، ما نكترش طبعا، واحط لها طبعا زيتون اخضر واسود او اسود اخضر اللي يعجبكم يعني، المتاح برضو عندكم. وهحط على الوش كده جبنة موزاريلا. طبعا انا مجهزة الفرن مولعاه قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 200. واخر حاجة هحطها لها رشة من الزعتر او الاوريجانو على الوش كده. هدخلها الفرن من تحت الاول لحد ما تاخد لون ذهبي، وبعد كده هطلعها تحت الشواية لحد ما الجبنة تسيح وتاخد لون ذهبي بالشكل ده. ده كده شكلها خلاص بعد ما طلعت من الفرن. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على خير.